مصباح يسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري. هدف غير متوقع وغير منتظر، هو أول أهداف جمال مصباح مع المنتخب الجزائري في 30 مباراة لعبها. هذه المباراة رقم 31. جمال مصباح يسجل الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس هاروة. هدفان لصفر للجزائر أمام مالاوي في بلونتير، أمام أكثر من 20,000 مناصر. قلت لكم عندما دخل جمال مصباح بأنه عنده النزعة الهجومية، ومتعود منذ كان في إيطاليا أنه يلعب في الهجوم. التسديدة لم تكن قوية ولكنها باغتت الحارس. هدفان لصفر صارت النتيجة. هدف ثاني في الوقت بدل ضايع. لن ينسى هذا الهدف جمال، لأنه أول أهدافه مع المنتخب الجزائري في 30 مباراة. فرحة زملائه بجمال مصباح أكثر من فرحتهم بالهدف يعني.